لو جيت وسألتني على أكتر حاجة بتاخد مني مجهود وأنا بعمل مونتاج، هقول لك على طول بدون تردد هي فكرة الكي فريمز، إن أنا أحط كي فريم في البداية وأحط كي فريم في النهاية وابتدي إن أنا أحرك المشهد بتاعي أو اللوجو أو الكلام. ولكن النهاردة أنا جاي أقول لك على طول تخليك تعمل كل الكلام ده بدون ما تحط أي كي فريم. لو عايز تعرف الطريقة تابع الدرس ده لغاية النهاية. يا اهلا بيكم يا اجمد شباب، وزي ما اتكلمت معاكم في المقدمه انا جايب لكم النهارده او جاي اتكلم معاكم على اداه تخليكم تعملوا الموشن اللي نفسكم فيه بمنتهى البساطه والسهوله بدون ما تحطوا حتى كي فريم واحد بس. وعايز اقول لكم قبل ما ابتدي في شرح الاداه دي مدفوعه مش مجانيه، علشان الناس اللي بتقول لي ليه ما قلتش ان الاداه دي مدفوعه من البدايه، ديني بقول قبل ما ابتدي شرح الاداه اهو، الاداه دي مش مجانيه. وبستغرب جدا من الناس اللي عايزه كل حاجه مجانيه، ما اكيد انت برضو يعني لو شغال في مجال الايديت مش هتبقى مبسوط لو حد جه قال لك اعمل لي الشغل ده فري او مجاني. فليه ما نشتريش الاداه ونستفيد بيها لو احنا شغالين وبنكسب من الايديت؟ يعني الاداه دي فعلا هتسهل علينا الشغل كتير جدا. والاداه دي عايز اقول لك ان هي تبع بلجن فيلم امباكت، وكنت شرحت البلجن ده بشكل كامل قبل كده، او شرحت يعني اكتر الحاجات اللي موجوده فيها. هسيب لكم دلوقتي اللينك في الاي اللي هتظهر من فوق علشان لو عايزين تراجعوا الدرس ده. خليني بدون ما اتكلم كتير كده ندخل على ادوبي بريمير برو ونشوف هنعمل ايه بالظبط. طيب، كل اللي انا هعمله دلوقتي بعد ما دخلت على ادوبي بريمير برو كده ان انا هجيب اي فيديو عندي مثلا، وتعالوا نشوف الاداه دي بتعمل ايه. اداه يعني بتعمل حاجات فظيعه جدا. خلينا كده نختار فيديو، وليكن مثلا فيديو زي كده. بصوا كده، ده فيديو عندي عادي جدا اهو لحد بيلعب رياضه بالشكل ده. تعالوا بقى نطلع بره كده. انا عندي مثلا لوجو، خلينا بس نحط البروجكت هنا كده. انا عندي لوجو هنا مثلا، وانا عايز اعمل حركه للوجو ده. تمام، تعالوا نشوف هنعمل ايه. يعني انا عندي اللوجو ده هبتدي ان انا اضيفه هنا بالمنظر ده كده، وابتدي ان انا ممكن اصغر حجمه شويه. فخلينا ندخل على القائمه بتاعه البروبرتس ونيجي على السكيل بتاعه ونخليه مثلا كده اهو. طيب، انا دلوقتي عايز اعمل حركه للوجو بتاعي، يعني عايز اللوجو ده يبقى في بدايه المشهد بتاعي هنا في الشاشه من قدام كده، وبعد كده يجي على جنب هنا. فلو انا عايز اعمل ده كنت بعمله قبل كده بالكي فريمز، انا بحط كي فريم في البدايه وبحط كي فريم في النهايه. ولكن بصوا بقى السهوله، كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنيجي نقطع اللوجو ده، يعني التراك بتاع اللوجو هنقصه كده لجزئين. الجزء الاولاني ده الجزء اللي فيه اللوجو كبير، وبعد كده هنيجي على الجزء التاني ده وهنصغر حجمه كده ونخليه فين، ونخليه في طرف الشاشه من فوق بالشكل ده. خلينا في البوزيشن وخلينا نرفعه فوق بالشكل ده. ولو يعني عايز ارفعه بشكل مظبوط باجي هنا كده بعمل سيلكت على السيف مارجنز دي علشان يبقى بشكل مظبوط في الجزء ده كده اهو. مثلا انا عايز اخليه هنا كده جوه المربع التاني، علشان طبعا ايه السيف مارجنز او السيف اريا دي علشان التلفزيونات القديمه الحدود بتاعتها كانت بتظهر لغايه الجزء ده. يعني كل الحاجات اللي انا بحطها بره مش بتظهر، دي في التلفزيونات القديمه قبل ما يطلع السمارت تي في والحاجات دي، التلفزيونات اللي هي كانت بظهر زمان. طبعا لازم كنت بحط السيف اريا علشان اي كتابات او اي حاجه انا بحطها لازم تكون جوه المربع التاني. طيب خليني كده، انا حطيت اللوجو بتاعي بالشكل ده، وخليني ارجع كده بالانديكيتور كده اللوجو كبير وهنا كده اللوجو صغير. بس بصوا الحركه اللي حصلت في اللوجو دي اسمها يعني كات على طول. اللوجو كان كبير وبعد كده بقي صغير. طيب انا عايز اللوجو يتنقل من الكبير للصغير عن طريق ان هو يصغر كده ويتحط في الطرف ده. بصوا بقى السحر اللي بيحصل. هنيجي ندخل على الافكتس، طبعا لازم نكون يعني عاملين انستول للفيلم امباكت، وابتدي ان انا يعني ادور كده على حاجه اسمها موشن توين. بصوا كده هيطلع لي هنا كده اداه الموشن توين. بصوا هاجي احطها على الجزء الثاني من اللوجو هنا، ده يعتبر كانه ترانزيشن، هي يعني تول بس كانها ترانزيشن. بصوا بقى اللي حصل، اللوجو كان كبير وهيجي في المنطقه دي كده. بصوا اللي حصل، هيروح لوحده في المنطقه دي بدون ما تعمل اي حاجه. مجرد ما ضفت التول دي على اللوجو الثاني او الجزء الثاني بتاع اللوجو الموضوع صغر جدا. طيب بس كده ده اللي بيعمله؟ لا طبعا. وطبعا بيعمل حركه موشن كده زي ما احنا شايفين علشان يبين لك ان هو بيتحرك. طيب لو حبيت ان انت يعني تخليه يتنقل ببطء شويه، هنيجي نعمل كده مثلا. خلينا نكبر التراك هنا ده كده عشان نمسك الترانزيشن ده كده ونحطه، او التول دي ونحطها كده. بصوا كده بياخد وقت اكبر شويه في النقله، لا عايزينه يبقى اسرع شويه من كده، فخلينا نسرعه شويه. هنا عشان انا نقلته في الجزء التاني ماشي. اوكي، لو عايزين نرجعه كده ونصغر حجمه كده شويه اهو، ونبتدي ان احنا نخليه في الجزء التاني ده كده.
اهو بيتنقل بالشكل ده. طيب زي ما قلت لكم، هل هي دي الحركه الوحيده اللي اقدر اعملها؟ لا، ده بصوا بقى الاوبشنز اللي موجود فيه. لو دوست على الترانزيشن هنا كده ودخلت على الافكت كنترولز، بيطلع لي كل الادوات دي، اقدر ان انا اتحكم في الجزء ده زي ما انا عايز. يعني مثلا هنا كده مديني هنا كده بيزير، ممكن اقول له انا عايز باونس اللي هو بصوا بقى هيحصل ايه. هتلاقي اللوجو كده يعني راح كانه كده بيعمل بص شايفين كانه اتخبط كده في الجزء ده، شايفين الموضوع تحفة جدا. طيب بس كده؟ لا طبعا، عندي كمان غير الباونس عندي حاجة اسمها اوفر شوت. بصوا كده لو انا عملت اوفر شوت زي الباونس كده بس اخف شوية، شايفين؟ طيب حلو جدا. بس كده؟ لا برضو، لو انا جيت هنا كده على اللوجو ده ونزلت تحت، نقدر بقى نعمل حركات زي ما احنا عايزين. يعني مثلا عايز اللوجو ده وهو بيروح مثلا يلف لفة معينة ولا يعمل اي حاجة، فنيجي مثلا على عندي طبعا الاكس والواي والزد، وعندي طبعا كل التفاصيل تقدروا تتحكموا فيها هنا. يعني لو جيت مثلا هنا على الواي مثلا وخليته 1، تعالوا نشوف كده الحركة اللي هتحصل. بصوا اللوجو وهو ماشي كده هتلاقوه بيلف ويروح في المنطقة دي اهو، شايفين؟ فطبعا بدون ما تعمل اي حاجه، انت مجرد بتعمل ارقام هنا. طيب حلو جدا. لو انا عايز بقى اللوجو يرجع تاني في نص الشاشه، برضو الموضوع بسيط جدا. هنيجي كده هنقطع الجزء ده لغايه هنا كده، او هنقصه لغايه هنا، وهنجيب الجزء الاولاني ده مثلا كوماند سي او كنترول سي كده، ونيجي نروح حاطينه هنا بالمنظر ده، تمام. وهاجي اروح احط الترانزيشن مره تانيه، او التول بتاعتي احطها على الجزء التاني ده اهو. يبقى اللوجو بتاعي يروح في المنطقه دي وهيستنى شويه، وبعد كده هيكبر تاني كده. طبعا لو عايزه يلف برضو بعمل نفس الفكره. طب هل ده مع اللوجو يعني مع الحاجات اللي انا بضيفها فوق؟ لا، ده انت ممكن تعمله مع فيديوهات كمان. يعني بصوا الموضوع انا بحاول يعني افتح دماغكم كده انه تستعملوه في حاجات كتيره جدا. طيب تعالوا نشوف مع بعض. مثلا لو انا عايز استعمله في فيديو، ده بالنسبه للوجو، لكن انا دلوقتي عايز استعمله مثلا في فيديو في رياضه زي كده. ممكن اجيب فيديو تاني. بصوا بقى كده، خلينا ندخل على الستوك فيديوز هنا كده وننزل تحت، نختار اي فيديو تاني مثلا زي ده واحد بيتنطط كده. خلينا نحط الفيديو ده كده من فوق، تمام، ونيجي على الفيديو اللي تحت. طيب خليني اقفل الفيديو اللي فوق مثلا كده. هاجي على الفيديو، انا قفلت الفيديو اللي فوق خلي بالكم، جيت على الفيديو اللي تحت كده وصغرت حجمه وخليته مثلا في الجزء ده في الشاشة. بصوا كده، خلينا نصغر حجمه اكتر شوية. هنيجي هنا كده ونخليه كده، ماشي. طيب انا عايز الجزء اللي فوق بقى، الفيديو اللي فوق كده شغال وعايزه يصغر ويترمي على الجنب مثلا الشمال، تمام حلو جدا. فهاجي اروح اعمل كده، هقص الفيديو ده هنا، تمام، وهاجي على الجزء التاني هروح مصغره زي الفيديو اللي تحته كده واحطه في الجنب ده، ماشي. خلينا نصغر اكتر، يعني مثلا نخليه 50، ماشي، نحطه هنا، ونخلي برضو الفيديو اللي تحت ده 50 ونحطه في الجنب ده، اوكي. طيب انا كده عملت الاتنين فيديو جنب بعض. طيب حلو جدا. يبقى انا عندي الفيديو ده كان كبير وعايزه يصغر، بس مش يصغر كده عن طريق الكات اللي حصل ده، لا يصغر برضو كده بالتدريج، يروح كده. يعني هعمل له حركة الموشن، فبرضو نفس الكلام، هدخل على الافكت موشن توين. خلصنا الموضوع، جيت حطيت الاداة دي هنا. بصوا بقى الفيديو ده هيبقى شغال كده عادي، وفجأة هيروح يصغر ويجيب لي الفيديو. يبقى تقدر تستخدموها في حاجات كتيرة جدا. طبعا لو انا عايز اعمل الحركة اللي عملناها من شوية اللي هي مثلا الباونس اهو، وهنا تقدر تتحكم في الباونس كمان، بدل ما هو 10 تخليه 15 تخليه 20. تقدر تغير في الموشن اللي هو الحركة اللي بتحصل، تقدر تزود من هنا كده وتخليه يتنقل ببطء زي ما انت عايز اهو. فبصوا كده كأنه الفيديو اتخبط كده، يعني بيعمل حركات خطيرة جدا. بصوا كمان الموشن، لو انا جيت هنا كده على الموشن بلور ده وزودته، اللي هو الحركة اللي بتحصل اثناء الفيديو ما بيرجع لورا، فبدل ما هي 35 نخليها كام مثلا، نزود كده نشوف اخرها كام. دي اخرها 100، لا كتير جدا. خلينا مثلا 60 ولا حاجه، ولا 50 اهو مثلا، خلينا 60 اهو. وبصوا كده دي النتيجه النهائيه بقى للفيديو بتاعنا. الموضوع طالع شيك جدا ورهيب جدا. بتمنى الدرس بتاع النهارده يكون عجبكم يا شباب. لو عجبكم يا ريت ندوس لايك على الفيديو ونشير الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي. وكمان اللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت ينزل دلوقتي يشترك في القناه ويفعل زرار الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. شكرا ليكم واشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي بريمير برو.